مرحبا، صباح الخير. كيفكن؟ شو أخباركن؟ رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم بدنا نعمل فطور، وبدنا نطلع جولة على الأكشن. رح نشوف شو بنزلين، شغلات جديدة وشغلات حلوة أكيد رح نشوف. رح تشوفوا معي الفيديو. هلأ هون بدي أسوي أول شي قهوة، وبدي أعمل فطور هيك، صحنين هيك صحيات ناكلهم الصبح، ونروح نشوف جولتنا بالأكشن. أصدقائي، خلينا نبلش بالفيديو. يا ريت تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تحطوا لايك حتى يوصلكم كل شي جديد بقدمه. خلينا نشوف هالفيديو كيف رح يطلع، وشو فيه شغلات حلوة وكتير كتير. رح نشوف بالأكشن شغلات حلوة وكتير، يعني إنه بتنفع لست البيت. هون سويت القهوة وبدي أشربها، وعم بسلق بيض كمان. يا عيني، غير شي فنجان القهوة الصبح، حبيت هيك أحطه بهالفنجان اللي على شكل البرتقال وأشربه. هلا هون البيض المسلوق استوى معي. طبعا حطيت له تقريبا، في له معه كاسة بتجي، بحط فيها المي وبفضيها وبخليها تنسلق. ما بتطول 10 دقايق وبيطلعوا جاهزين. هلا هون بعد ما شربت القهوة بدنا نجهز الفطور. طبعا بكل صحن مثل ما شفتوا حطيت شوية خس، وبدي أفرم كمان شوية خيار. أنا بكون جوعانة كتير كتير، بعشق هذا الصحن الصحي والطيب كتير. وعندي هون البندورات الصغار، هدول بندورات كرزيات، طعمتهم كتير بتطلع طيبة. وكمان هون البيض المسلوق. حطيت بيضتين لإلي وبيضتين لجوزي، وبدي أحط فوقن رشة ملح. وعندي هون فريش كيزة كمان كتير طيبة. وعندي هون الرقائق، هدول كتير بيجوا صحيات، جبتهم من الكاوفلاند، بدي أدهن عليهم الفريش كيزة، جبنة دهن هيك، وأكل جنبها لأنه بتشبع كمان الصبح. بس أكل هيك فطور ما بجوع للمسا. يا سلام، في ألذ من هيك صحن؟ لا والله. على القلية الواحد بياكله ويكون هيك ضميره مرتاح. وبدي أحط عليها كمان شوية الزيت الزيتون، حطيت لها فليفلة ونعناع، وهون زيت الزيتون مثل ما شفتوا. وكمان عندي قطع جبنة صغيرة، كمان كل واحد هيك قطعتين. يا سلام، اشوفوا لي على الصحنين، عن جد شي بشهي. كمان كاستين شاي. انا بشرب الشاي بلا سكر من يوم هيك، يعني تقريبا صار لي 3 4 سنين دائما بشربه بلا سكر. قبل وقت اللي بدي اكل على فطور، يعني انه اشرب شاي مع الفطور، كنت احط 3 4 معالق سكر. بس عن جد من 3 4 سنين لهلا مستحيل، ما بقدر يعني اشربها هيك بسكر. احيانا اذا اشتهيت على السكر بجيب السكرين وبحط لها قطعة او قطعتين. شوفوا لي الطعمة، عن جد كتير كتير فطورنا طلع هيك بشبع وغني كتير بالفيتامينات والبروتينات، وهيك شغلات طيبة يعني وصحية.
يا عيني. عن جد جربوا جيبوا هدول الرقائق، بيجوا بطعم الذرة، كتير خفاف وطيبين، ويا سلام. هلا منخلص الفطور ومنطلع على الأكشن. هلا هون كنا بدنا نطلع بالسيارة، بس بنتي قالت لي لا ماما خلينا نطلع مشي، هيك أحسن عشان نهضم الفطور اللي أكلناه كمان. والجو صار برد، وهلا عم نستنى كمان هيك تلجات تنزل. يا عيني. بس الجو كتير كتير كان حلو، يعني هيك كانت بلشت شوي بدها تبخبخ مطر، بس كمان حلو المشي، انه واحد بيمشي بيكون هيك جسمه بيدفى بالمشي. الله هيك طبعا بالمشي تقريبا 20 دقيقة، 25 دقيقة مشي، بس مو بعيد عن بيتي. بالسيارة 5 دقايق يعني، لأنه هذا الأكشن فاتح جديد عنا هون بالحارة. بس في واحد تاني كنا نروح عليه تقريبا كمان 25 دقيقة، يعني 20 دقيقة بالسيارة، وهون 5 دقايق بالسيارة. هاي وصلنا. يا عيني. هذا عشق النسوان والبنات كلياتها، هذا الأكشن. ليش لا؟ فيه شغلات حلوة وفيه شغلات رخيصة، ويعني هيك شو ما واحد بيشتهي بيطلع على الأكشن بيتفرج وبيحلى، يعني بتستحلي هيك قطعة بتاخديها. هلا أخدت العربانة، وشوفوا شوي شوي معي تفرجوا على الشغلات الموجودة. أنا بعشق اسم، يعني هذا قسم تبع المطبخ. شوفوا هدول اللمباديرات الصغار، خارجة تحطيهم على الكومادينة اللي جنب التخت. حق الوحدة تقريبا 4.95. كمان في من هالنوعية حلوين. هلا وين ما تروحي منزلين شغلات راس السنة، معبي عن جد كتير كتير. يعني هلا هاي الأجواء كتير حلوة بهالوقت. هون كمان شغلات كاسات، يعني هيك شغلات حلوة كتير. وهي الشمعة كمان، بس بعتقد هاي الشمعة حقها 3.98 سنت. وهدول العلب نازلين جديد كمان. بنتي صارت تقول ماما صوري هدول كمان. في منهم أحجام، في مدور، في مربع، في هدول الكبار كمان. لكل شي يعني يعني بمشي إذا تاخديهم. شوفوا هاي كمان. أنا أحيانا بعمل شو اسمه شوفان مع الفواكه واللبن هيك. بنتي قالت لي خدي ماما واحدة، قلت لها لا في عندي بلور، يعني لو ما عندي عن جد كنت أخدت. وكمان بيصير تحطيهم بالبراد، يعني أي أكلة شغلة فواكه هيك زادت بالصحن فيك تحطيهم بالبراد. وهون كمان الموز، هدول شغلات بنحطوا، يعني ايش في زيادة بنحطوا الثوم البصل، في هدول علب الافوكادو، علب الليمون، الموز، يعني هدول كلياتهم. يعني إذا قطعة واحدة بقيانة أو هدول علب الموز كتير كويسين للي عنده أولاد بالمدارس. فيك تحطي لها الموزة وتسكري عليها وتبعتيهم. شوفوا هدول كمان العلب، هدول كلاتهم كاسات علب شغلات هيك للمدارس. وشوفوا لي هدول برادي الحمام، عن جد أنا باخد من هدول، بنصحكم تاخدوهم
كتير رخاص وكتير كتير كويسين عن جد. نوعيتهم كتير ممتازة، كل ما انه وحدة عندي بيضللها شهرين 3 بكبها وبتجيب غيرها. رخيصة وكتير عن جد عمليات وكويسات. بنصحكم كمان انتو اذا عم بتدوروا يعني هيك على نوعية برادي الحمام، خدوا من هدول عن جد كتير كويسين. وهدول كل شي المعقمات والدواء وشغلات الحمام يعني والمطابخ. وهون جينا محل الكهربائيات تقريبا. شوفوا هدول بيجوا 4، تحطيهم بالقلاية الهوائية مشان الكيك ما كيك كمان. وهون كمان صحون السيليكون للقلاية الهوائية. شغلات رخيصة وحلوة كتير كتير. شوفوا القوالب هدول منزلينهم جديد، عجبوني. بس كنت بدي اخد، قلت تذكرت انه عندي وحدة جديدة يعني يا دوب مستعملتها مرتين، قلت لا بلا خليني ما اشتري. وهدول شو اسمه مشان العصير بيقولوا عليهم تقلي، عندي منهم 2. هدول كتير حبيتهم عن جد. بتعرفوا يعني فيك تحطي فيهم سكر، ملح، توابل، شغلات. وكمان فكرت انه واحد ياخدهم يحط فيهم رز بحليب ويغطي فوقهم بعد ما بردوا ويحطهم بالبراد. كمان كتير كتير حلوات. هون كلهم شغلات المطبخ مثل ما قلت لكم، شغلات المطبخ رأسا. اول ما بدخل على الاكشن بدخل على محل قسم المطبخ. هدول كمان علب البهارات بتحطيهم هيك منظر على المجلة. وهاي كمان بتحطي يعني بسكويتات صغار، شوكولاتات، دروبوس، هيك شي بتحطيه على الطاولة كمان منظر كتير حلو. وهذا البريق الشاي كمان عندي منه، اشتريت منه هديك السنة، دائما موجود. وهون قسم المزهريات والورود الاصطناعية، في أي كل الأحجام وكل الأشكال، كتير حلوين. وهي كمان فيك تحطي فيها مي وتبخي الزريعة اللي موجودة عندك بالغرفة. كتير حبيتها بس ما بعرف ليش ما أخدتها. قلت أحسن ما أبخ هذا الورد عندي بالغرفة ويتندى وما بعرف شو، من هالشي ما أخدته. وهون كمان عنده الأكشن اللبس، يا عيني هذا مثل فستان سهرة صاير. وهدول جايين جواكيت طوال صوف. وهي فستان كمان. احيانا بلتقى شغلات حلوة هيك يعني لبس بالاكشن، والله باخد احيانا باخد بناطرين، باخد بلوزات، في شغلات حلوة يعني. وهلا هون قسم المعطرات ودواء الغسيل وهالشغلات. وقت اللي بدكم تاخدوا معطر بنصحكم تاخدوا دائما اللون الموف. لون الموف بكل الأنواع ريحته كتير طيبة. وهي الأومو كمان منزلين بالأكشن. في دواء غسيل البودرة وفي السائل. وهون كمان في بسكويتات البروتين، هدول دائما بعشقهم. كل ما بروح باخد لي من كل نوع شغلة كتير طيب. هدول كلهم بروتينات. وهي البطاطا كمان. وهدول كلاتهم حبوب جايين بروتين، كلهم يعني عن جد كتير كتير يعني طيبين. احسن ما تلجئي له مثلا تاكلي حلو او شي اشتهيتي تاكلي شغلة مع القهوة، بنصحك تشتري هدول اذا عم تعملي ريجيم او رياضة. وهدول هون كمان اغطية للطاولة. انا بدي اخد هذا اللون الفضي لانه عندي المطبخ لونه فضي، فحبيت اغير الشلفة اللي فوق الطاولة واخد وحدة جديدة. انا باخد هاي وباخد فوقه كمان بيجي ايوه هذا مثل النايلو بس قاسي شوي.
بغطي فوقه مشان انه ما يتوسخ وبسرعة ينضف. هذا كمان بتحطيهم على الطاولة، وقت اللي بدك تحضري السفرة بتحطي الصحن عليهم، كتير شي حلو. كمان هدول المسكات بنتي ذكرتني قالت لي ماما هدول اللي عنا كبيتيهم لأنه تشركوا، خدي هدول. قلت لي يلا باخد هدول النوعيتين، كمان كتير رخاص. شوفوا المربع هاد بيجي يورو 99، والتاني 2 يورو يمكن و95، رخيص كتير مو غالي والله. هدول المشتري كمان أخد بنطلون جربته. هلأ هون جيت على البيت بعد ما ارتحت طبعا بعد شي ساعة ساعتين، قلت بجرب هذا الترند اللي ما شاء الله صرعونا فيه، وترند والكل بيطالع هالأكلة بيقول ما أطيبها ما أطيبها. بس أنا جربتها باللحمة وحبيت. هي هون أفرجيكم، هي بصدر الفروج. عن جد ما حبيتها أبدا، ترند على الفاضي. بس الطعمة ما بنصح حدا يجرب هالأكلة، بس إنه خلص بس صار ترند بقى البيت بيصير عنده هيك انه لهفة، انه عجب شلون طعمته، وقد ما بيقولوا طعمته انه شاورما وطيبة وما بعرف شو. لا ما بنصحكم تجربوها طاول، ما حبيتها خاصة بصدر الفروج، ما حبيته ابدا. اللحمة يعني تمدي اللحمة الكباب بصينية وتحطي عليها بندورة وبصل وفليفلة وهيك شغلات تحطيه بالفرن، أطيب من هالترند اللي طالع. يعني جربناه وما ضليت حسرة يعني، بس إنه ما رح تنعاد لأنه ما عجبتنا. وكمان شويت جنبها البندورة والبصل والفليفلة وعملتهم سندويشات وأكلوهم. بس أول وآخر مرة ما بتنعاد طاول. هون بعد ما طالعتهم من الفرن طالعتهم من ورق الزبدة، قلت برجع بحطهم بالفرن لحتى انه كمان هيك يصير وشهم احمر واطالعهم. هلا هون بدي اساوي السندويشة. اول شي بحط لها دبس فليفلة. لك والله شو ما حطيتي خلاص انه ترند على الفاضي والله. يعني ما بعرف وقت اللي نزل وصار ترند كيف هذا صار ترند ما بعرف، ولا الكل بيساوي وبيقول ما شاء الله كتير طيب كتير طيب. لا والله ما بنصحكم تجربوا طاول. الله هون مثل ما شفتوا جبت خبزة ودهنتها دبس الفليفلة، نحن بنحب الحد لأنه. وهون سويت البيواز حطيت لها بندورة صغيرة كمان، وقلت يلا بمد كمان شوي وبدي لف السندويشة وأحطها بالسخانة عسى ولعلها تطلع طيبة. بس بنتي اجت مدرسة اكلتها قالت لي ماما كتير طيبة. قلت لها والله انتي حبيتيها بس انا ما حبيت ابدا، ما حبيتها ما بعرف ليش. يعني صدقا بتصدقوا انا ما دقت السندويشات ابدا، بس انه صدر الفروج هذا هيك ساويته اكلته هيك مع البيواز يعني انه بالشوكة، بس سندويش ما اكلته ما حبيته. فمثل ما قلت لكم ما بنصحكم تسووها، مدوها بالصينية وحطوها بالفرن اطيب وما بتزعلوا على تعبكم. على ليه بتطلع هيك مستوية كلياتها وطيبة وإلها نكهة. بس انه تلفيها بهالورق الزبدة وتحطيها هذا كلياته يعني ترند وبس. الله هون بدي احطه بالشواية. وهيك طلع الترند اللي سويناه، ويا سلام. وهاي هي هذا هو غدانا اليوم يعني. وإن شاء الله يا رب تكون الفيديو هذا عجبكم، إنه جولة بالأكشن وشفنا شغلات حلوة كتير كتير. وهلا جيت معكم لنهاية الفيديو.
إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وإن شاء الله يا رب رح أقدمكم شغلات حلوة كتير كتير. وهلا بدرب لكم باي باي.